السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، حياكم الله إخوتي الكرام. هناك قنوات تبنوا الاستغفار ب30,000. هناك قنوات تبنوا الاستغفار ب30,000 ويتكلموا وربما يذكروا اسم محمد حجازي ويذكروا قصص من عندنا. جميل، ولكنهم يطعنوا بسورة البقرة. لربما أنزل بالغلط حلقة من حلقاتهم يتكلم عن الاستغفار، ثم أكتشف إنهم يطعنوا بقراءة سورة البقرة 4 مرات. خذوا القرآن، كل القرآن جميل وهكذا. أنا أنفض يدي منهم، ليس لي علاقة بهم. كل من يطعن بقراءة سورة البقرة 4 مرات فليس لي علاقة به أبدا أبدا. وهذا شخص يتكلم من رأسه. هذا الشخص وإن كان من يكون لا يعرف ما معنى سورة البقرة 4 مرات. من يريد أن يتابع محمد حجازي، فإذا بتسمعوا من أي قناة أنا أنشر لها، في ناس أسمعهم يتكلموا عن الاستغفار محمد حجازي وكذا، فأنا أشارك روابطهن عندي. لكن أنا الآن بهذه الفترة، تخيل أنت بالصف الابتدائي أنت عمال تتعلم، فأنا ضد تعديد الأوراد. أنا ضد أي شيء اسمه تعديل الأوراد. الآن نحن نعيش استغفار. أولا نعيش الاستغفار ب30,000، مش من باب تحديد الأوراد ولكن من باب الإكثار، ونبحر مع الاستغفار 2 3 5 6 سنة حتى نقطف ونعرف شو معنى كلمة الاستغفار، ونخرج للناس أشعر إن الله راضي عني، الله وفقني، الله يستجيب لي دعواتي، الله غير أقداري، الله عمال يستجيب، الله جل في علاه أمطرني، أموري أرزاقي كله تغير. وأنا أستطيع أن أنصح الناس، أستطيع أن أخرج للناس وأحاجج الناس بالاستغفار، وأنا وجدت وأنا استغفرت وأنا لزمت، وهكذا نتكلم عن الاستغفار بكل أريحية مما فتح الله عليك وإما دلالة الناس. فوجدت من بركة الاستغفار ما وجدت وهم وجدوا كذلك، فعندك حقيقة تملكها تخرج للناس. هذا بالنسبة مثلا للاستغفار. أنت تبقى مع الاستغفار حتى تقطف ثماره وتخرج للناس. بعد ذلك قلنا إنه بنزل ورد الاستغفار. لا يترك الاستغفار أبدا، لا لحافظ كتاب الله ولا للشيخ ولا لعالم ولا لأي شيء، لا ولا واحد على وجه الأرض، كله بده يستغفر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر المستغفرين الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الرسول عليه السلام كان يستغفر بالآلاف. إذا كان في المجلس الواحد 100، كم مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثير الحركة، هي بالصلاة، هي بالمعارك، هي في الغزوات، هي في بين الصحابة هنا وهناك. كان كثير الحركة في مجالس عند أمهات المؤمنين، كثير الحركة الرسول عليه السلام كان. كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد 100 مرة. من نحن حتى لا نستغفر بالآلاف؟ هاي واحد. الآن يتبنوا الاستغفار لكن يريدوا أن يطعنوا بالصلاة بسورة البقرة 4 مرات. ليش سورة البقرة 4 مرات إخوتي الكرام؟ سورة البقرة 4 مرات هي لربما 2 3. طبعا انت عمال تعيش الآية. ستضع حد لكل سؤال انت مش عارف تجاوبه، لكل موضوع المشايخ ما عرفوا يجاوبوك عليه، ما عرفوا، قالوا لك انتهي، انت ساقط في الإباحيات، انتهي، عليك أن تعمل كذا وكذا، وانت عملت ولم يتحقق شيء. سورة البقرة ستحلق هذا من صدرك، وستحلق التدخين من صدرك، وستحلق الرياء من صدرك. انت بتقرأ وهي تحلق بفضل الله. مفهوم الرزق، أنت تقرأ وهي بتهذبك، بتعيدك إلى الفطر السليمي. هذا اللي واصله أنا. فكل من يطعن بسورة البقرة 4 مرات هذا مغرض، وهذا بكفي لهنا. لا أريد أن أتكلم أكثر. ولم يعيش، أنا أقسم بالله إنهم لا يعيش سورة البقرة ولا يعرف ما معنى سورة البقرة. نعم، لربما يقرأها مرة واحدة ومقطعة. نعم. فمن عاش سورة البقرة 4 مرات وجد كل الكلام الذي قلته انتقل من حب هذه الدنيا. من كان همه الدنيا
إلى من كان همه الآخرة جعل الله غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة، وبدأ يفهم مفهوم الرزق، بدأت البصيرة، بدأ الحكمة، بدأ العلم، بدأ الفهم، بدأ يفهم مراد الله. فسورة البقرة هي عقل مدبر، الفطرة السليمة. لا يمكن أن تكون من خير أمة أخرجت للناس بدون سورة البقرة 4 مرات. إن ملايين حفظ لكتاب الله، إن ملايين الملايين حافظين سورة البقرة، لكن أين الأمة في ذيل الأمم؟ يبقى الكلام كلام حتى تعيش سورة البقرة، وقصص لا تنتهي. عندنا تقريبا 500 درس عن سورة البقرة في هذه القناة المباركة، الحمد لله رب العالمين. ولربما 800 أو 900 درس عن الاستغفار لوحده. خصصنا هذا زمن الاستغفار، مش لتنويع الخطب، مش لتنويع الأوراد. أنا ضد تنويع الأوراد الآن. نحن أمة علينا أن نتوب التوبة الحق. هناك نطلب المغفرة في الاستغفار من الله، ونلح بالليل والنهار حتى نختم مستغفرين. يختمنا الله بالاستغفار. نعم، من لزم الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحفة استغفار كثيرة، فيختمنا الله ويمطرنا الله ويرزقنا الله ويغير أحوالنا الله في الاستغفار. ثم بعد ذلك يأخذ سورة البقرة، لأن لا يمكن إنك أنت تكون من خير أمة أخرجت للناس وأنت ساقط. نحن نسقط، إحنا بشر، إحنا في عنا شهوات مفرطة. من ينظم هذه الشهوات المفرطة؟ ماذا؟ بتتابع مثلا، تشغل حالك يوم يومين شهر شهرين عمال تقرأ عمال تحفظ كتاب الله. بعدين بعد ما تحفظ كتاب الله، أنا عندي إخوة كثير من حفظ كتاب الله ساقطين، يعني ساقطين بالإباحيات. نعم، يبكوا. ماذا أفعل؟ سورة البقرة استحلك كل شيء من صدرك. مفهوم؟ بكفي تقول أنا وتنظر إلى الناس، ونفسك تحثك عندما تدخل إلى المسجد، إلى مؤتمر. لو ربما أنت دكتور أو بروفيسور تدخل إلى مؤتمر، أنا أعلمهم، أنا وتنسب فضل هذا العمل لنفسك، وتظن إنك خير من الناس كما قال إبليس، وتظن إنك أوتيت هذا العلم من شطارتك، وكما قال قارون، وتشرك بالليل والنهار وأنت يا مسكين لا تدري. سورة البقرة هي المنبه، سورة البقرة هي مترجم أقوال آيات الله إلى أفعال تفعلها. هجران كتاب الله، مش من نقرأ يقرأ ويرى وينظر إلى الحرام والأفلام السقطة. يحفظ كتاب الله وعنده قرض ربوي. نزلنا قصص، صح، مئات القصص، لكن عندما تاب ولزم الاستغفار رفع الله عنه كل هذا، وقضى الله عنه دينه، وأعاده إلى السكة الصحيحة. وسورة البقرة ستفهم انك انت مش بحاجة تبني بيت 400 متر الا يكلفك انك انت تاخذ قرض ربوي، ومش بحاجة تغير اثاث بقرض ربوي، ومش بحاجة تغير سيارتك بقرض ربوي. يربط على قلبك، انا مبسوط، انا راضي، والله ما بدي شيء، انا مكيف. مفهوم؟ شو معنى سورة البقرة؟ سورة البقرة هي الهدوء والسكينة والطمأنينة والفهم انك انت راضي. والله إنك راضي ستكون أكثر من أكبر واحد لو يملك الدنيا. يعني سبحان الله، الحديث يطول، لكن لأفعال سورة البقرة 4 مرات قلنا لربما هي 2 3 4. أنا أخذتها 1.5 شهر 4 مرات، 1.5 شهر 3 مرات، سنة ونص تقريبا 2 مرات، واستقريت معه من 28/9/2019 إلى يومنا هذا. قلبت حياتي قلب. أشياء ما كنت أستطيع أن أتركها طارت هيك، طارت، راحت لحالها لوحدها، طارت. ما اجتهدت في قراءتها. نعم، قرأتها بصوت الحمد لله. طبعا أنا في البداية لربما قد قرأتها 2000 2200 2300 مرة حتى الآن. في البداية قرأتها في البيت، خارج البيت، من المصحف، في الموبايل، في المحل، في الدار، في المسجد، هكذا منوعة. لكن كانت وقعها الأكبر من المصحف، وكأن الله جل في علاه والله الذي لا إله إلا أرادني أن أقرأ من المصحف فقط، فبدأت أنوار، والله أنوار من ورق المصحف تتلألأ. أقسم بذات الله، أقسم بالذي رفع السماء، وكأن الله يريدني اقرأ من المصحف. وشدني هذا على أن أواظب، هذا الأمر شدني على أن أواظب سورة البقرة. والله مش فقط سورة البقرة طبعا، أنا قبل ما تكبر القناة معي كنت أقرأ تقريبا في كتاب الله 10 ساعات في اليوم.
أقرأ مبسوط، وهذه الأنوار تتلألأ، وكأن الله يريدني أن ألتصق في كتاب الله. قلت لك في أشياء الله بيعطيك إياها، الله بيعطيك إياها، بيحفظك فيها، بثبتك فيها. الصحابي رأوا يا أخي ليش أنت بتجيب على الناس ترى؟ الصحابي رأوا الماء يتدفق من بين أصابع رسول الله، يا أصابع رسول الله، والماء يتدفق كيف؟ أو الحصى يسبح، سمعوا الحصى يسبح كيف؟ وهناك أمور كثيرة رأوها وسمعوها وشافوها وعملوا فيها الصحابة. ما منعك الله جل في علا أن ترى؟ فأقبل أخي الكريم، إحنا نقرأ سورة البقرة مرة واحدة داخل البيت، مرة واحدة، إن 4 مرات قلنا مدة محدودة، والاستغفار لا يترك. إذا ما كنتش تعرف إنه الاستغفار لازم تبقى معاه 1000 2000 10000 20000، كلما أكثرت كلما زاد الخير أكثر. فهمت؟ فالمرة الواحدة من المصحف داخل البيت، انشغلت، رحت على مكان، ذهبت إلى مكان وعدت، قسمها. هاي المرة واحدة مجبورة تكمل، ملهاش علاقة في المرة الثانية والثالثة والرابعة. هاي المرة الواحدة اسمها في البيت. يعني إذا أنا قرأت مرة واحدة وصلت إلى الجزء الثاني، مليح، خرجت رحت المسجد، لا أكمل سورة البقرة هذه في المسجد، أنا أبدأ قراءة ثانية في المسجد. هاي لما برجع من المسجد على البيت بكمل القراءة الأولى في البيت، لأنه بدي قراءة كاملة في البيت. فهمت؟ فأنا لما بكمل قراءة كاملة في البيت لسورة البقرة، أنا ضمنت إنه الشيطان لا يدخل. ومن المصحف فهناك أنوار، وهناك الشيطان لا يستطيع على المصحف، لا يستطيع أن يقترب على المصحف. نعم، وفيه قداسية. المصحف كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون، فله عظمته، فلاش نفوت على الموبايل ونضلنا إحنا موبايلات. لربما هذا الذي يرفع في آخر الزمان، إذا الناس بدها تمسك الموبايل وتذهب حروفه ولا يجدوا شيء، لربما الموبايل تروح منه النت، وإحنا بطلنا نطبع كتب وراح، لربما، الله أعلم. فالقراءة وحدة داخل البيت من المصحف بصوت تسمعه ينجلي قلبك وتخشع في صلاتك. والله هذه أسباب، وقلبك بصير هيك حنون طيب، بحب المسلمين وبحب الخير، وتبدأ تعرف يقينا من الكذاب ومن المرائي. والله من كلامه، يعني واحد بيتكلم كلام هكذا بتعرفوا هذا إنسان رباني، هذا إنسان بيحب كتاب الله. والله هذا جاي يمثل علينا إنه صوته جميل، أقسم بالله. يعني قد يكون صوته جميل، ولكنه كل عقله إنه صوته جميل، وأنا بحفظ له عشان أنا ألقي على ما سمعني يقول صوتي جميل. أو الإنسان الرباني الذي يعني الله جعل في قلبه خير، يعني في قلبه حب كتاب الله. يعني هذا الشخص يقرأ حتى والله لو كسر وأم فيك ستجد إنه قلبه متعلق في كتاب الله. قلبك يتفاعل مع قلبه، ما كان من القلب وقر في القلب، وما كان من اللسان لا يتجاوز الأذان، صح؟ فعندما يقرأ هذا الشخص الذي متعلق في كتاب الله وهو تقي، نعم تقي، ستقرأ يعني كل جوارحك ستخشع في الصلاة، كل جوارحك ستخشع في الصلاة، شئت أم أبيت. هذا الذي على الفطرة السليمة التي أعدته سورة البقرة على الفطرة السليمة، هذا الذي يقرأ القرآن بصوت مسموع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. فيتنزل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أمين، أنا مش جالس لا أسمع لا شيخ ولا مسجل ولا بسمع شيء. فأنت لما بتقرأ أنت تسمع. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فأنت تستمع، وأنصتوا لعلكم ترحمون، فتتنزل عليك الرحمات أخي. نعم، ففي فرق كبير بين أنك لا تقرأ. يعني شوف القراء الذين يعيدوا في إلهن حضور في القلب، يعني لما بيقرأوا في حضور في القلب. لكن إن فات على باب الرياء بصير الصوت جميل فقط، صوته جميل تطرب عليه، ولكن القلب لا يتأثر. عشان هيك كلما كان القارئ متعلق في كتاب الله ويحب كتاب الله، مش من باب الرياء، الله فاتح عليه ويريد أن يقرأ ويستفيض في قراءة كتاب الله، له وقع وأثر في نفوس الناس. الكلام يطول كيف نتعامل مع الله. والله بيفتح يا جماعة بسورة البقرة، والله بيفتح بصيرتك، بيفتح لك كل شيء، بتبين، بصير يكشف لك. الاستغفار سكر عليك كل شيء. نعم، عمل حجاب، هذه الذنوب عملت حجاب بيننا وبين الله.
مواطن الاستجابة يقول لك الشيخ أقسم بالله لو عملت كذا بيستجيب، عملنا كذا لم يستجيب. يا شيخ أنت كاين يعني مجرب ولا بس بتقول لنا حديث رسول الله؟ نحن عشنا كل أحاديث رسول الله ما استجاب الله، فظننا أن هذه الأحاديث تخص الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. ما عرفنا أنه الذنب اللي أنت بتقولنا عنه هذا الذنب يغفره سيد الاستغفار، ما عرفنا أنه لا يغفر، لأنه إحنا لازلنا مصرين ونبني على هذا الذنب ذنوب، ونأتي بكمان ذنوب، غيب ونميم وسب وإباحيات وسقطات وربا وتعري وتكشف، وأنت بتطبطب يلا إحنا تحت البلاء. لا، نحن لست تحت البلاء، نحن تهجرنا من ديارنا، إحنا طردنا من بيوتنا بذنوبنا. عشان تفهم هذا الكلام بكفي إنه هذا اسمه تضليل، والله إنه اسمه تضليل. لازم تعيش ما معنى كلمة الاستغفار عشان ينجلي، ثم تعيش الآية الحديث وتعطيني خارطة الطريق لهذا الحديث. ولربما أنت إنسان تقي وأنا فالت، فقل لي اترك ذنوبك أخي والزم هذا الاستغفار بعدد كذا مدة كذا وسترى عجب من عند الله. سأخذ على نفسي إذا في خارطة الطريق. ما أنا عشت الاستغفار في الماضي، وعشت الحوقلة، وعشت وقيام الليل وجلوس بين الفجر والشروق، وحجينا ولم نجد من عبادتنا ولا شيء دنيوي. الذي قال عنه جل في علا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ما وجدنا من هذا شيء. لكن الحمد لله رب العالمين بعد التوبة والرجوع ولزوم الاستغفار بالليل والنهار وأخذ سورة البقرة وجدت أقسم بالذي رفع السماء بالعمد كل شيء قاله الله جل في علاه وقاله رسول الله، كل شيء وجدته، كل الوعود وجدناها، كل شيء رأيناه. فإن بفضل الله ثقة، هنا تبنى الثقة. ادعو وأنت موقن بالإجابة. أي إجابة؟ أنا أدعو بفضل الله وأنا موقن بالإجابة، مش لأني أنا شيء. أنا علمتك الطريقة، عيش الطريقة واقبلها. ما بينفع إنك أنت آكل ربا أو أنت متنمص وأنت ملعوني، والذي بيعمل تاتو هذا كمان بفكر حاله ما هاي ملعن، والذي يعني عاقل والديه وميك الربا خليها على الله، خليها على الله. يعني نسأل الله السلامة. لازم نضع اصبعنا على الجرح. الذنوب الذي يعاقبنا فيها هو الله، الذي سلط الأمم علينا هو الله، لا يتحرك متحرك في هذه الدنيا إلا بأمر الله. إذا أنت تبقى تقول لما بغيروا رئيس وبجيبوا رئيس ثاني بتغير حالك، والله يزداد السوء سوء وازددنا. إحنا ضلال، وإحنا ما تركنا ذنب إلا ما اقترفناه. بكفي إحنا إذا منتوب فقط من الذنوب نلزم الاستغفار ستنقلب الموازين بسرعة. الله مكن لبني إسرائيل بقوله جل في علاه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا في سورة الإسراء. وهنا يقول لك الله جل في علاه في سورة نوح يا مسلم يا مستغفر اسمع مليح واربط الآية بالآية، فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليش انت مش مصدق؟ ليش مش انت ماخذ الأمر محمل الجد؟ ليش انت متهاون؟ ليش انت بتظن انه الاستغفار لا يفعل؟ لما طرخت الناس مع الاستغفار، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يلزم الاستغفار بالليل والنهار في كل مجالسه، كان يستغفر. من غفر له كان يسمعكم كل شيء بتقول عنه رياء، كان يسمعكم لو كان معه مسبحة إلكترونية الرسول عليه السلام لقال لكم هكذا. نعم، فكان يسمع من حوله، كان يعد له. انت بتقول لي ليش بتحب ترينا المسبحة؟ انت مرائي. كل هاي الخزعبلات ستنتهي من صدرك في سورة البقرة، ولن تستطيع أن تمتثل لأوامر الله بدون سورة البقرة، لأن سورة البقرة هي الحالقة لكل هذه السقطات التي عششت في حياتك. أنت عندك أولويات. مثلا على سبيل المثال أنا بدي أصير بروفيسور في العلم الشرعي. طيب جميل، بارك الله فيك. شو قدمت لنا إحنا؟
انا انسان بسيط، شو اعطيتني اعمل؟ انت زاد علمك وصلت القمر، انا انت تعلمت عشان تعلمنا، شو علمتنا؟ طربتنا بالكلام، نطرب بالكلام، اين التنفيذ؟ اين الامه؟ كم من دكتور، كم من عالم، كم من شيخ ما شاء الله تبارك الله، دكتورات، كم كتاب ألف، وين الأمة؟ يعني ألم يحين الوقت إن نعيد التفكير، شو الخلل، وين الخلل، ليش إحنا هيك غلط؟ يعني مهندس ببني بهندس بناء، وهذا البناء بعد ما يعمروه يخلصوه في البناء ينهار، ثم يبني كمان بناء بنفس الهندسة، ثم ينهار، ثم ينهار وينهار، ما حلش الأمر إنه يشوف في غلط. طيب أمي منهارة، مش لازم إن إحنا نضع الآن التنافس في الشهادات. نعم التنافس بالشهادات من فوق، والأمة ساقطة، والأمة لا تهتدي. إذا أنت يعني أعتذر موظف دولي وعندك معاش، الناس ما عندهاش معاشات. أنا إذا لم أضع إصبعي على الجرح ما هو الخلل، وإذا لا تأخذ به، فهذا هي الطامة الكبرى. إني أنا فقط إذا أنا كان معي شهادة فأنا يجوز لي إني أتكلم. بماذا تتكلم؟ ماذا وجدت من عبادتك كلها؟ اعطينا بدنا نعيش إحنا كمان مثلك. هل أنت مستجاب الدعاء؟ ماذا تغير في حياتك؟ يعني عدا إنك أنت وصلت لمنصب إنك أنت موظف دولي وخلص انمسك رزقك. الصحة، كم من سقيم شفاه الله بالاستغفار، كم من سقيم أمراض مزمنة منذ أن ولدوا شفاهم الله بالاستغفار، ما تركوا طبيب شفاهم الله بالاستغفار. نعم، هموم، كرب، ديون، حروب، زلازل. الشهادة بتنفع مع الزلزال؟ استغفار ينفع مع الزلزال؟ زلزال أخونا أحمد نعناع سوريا عندما ضرب الزلزال انهدمت الدنيا، ويخرج أين شو في؟ الناس تركض، الناس تصرخ، الناس تبكي، وسيارات الإسعاف في كل مكان. شو في؟ كان مستغفر الأخ. كيف أنا بدي أصل للأخ هذا الذي كان في بيت في ديرنا في ليبيا عندما جرف كل شيء وبقي هذا البيت لكافي الأيتام؟ كيف بدي أصل؟ علمني. أنا بدي أخلص يا أخي، أنا بدي أعيش حياة طيبة كما وعدني الله. بقرأ في كتاب الله بلاقيش شيء، بقوم ليل ما تزبطش، بصوم بتزبطش، بصلي بجوف بس تزبطش. نحن لا نعرف الله، والله هذه الأمة لا تعرف ربها، تعرف أوامر ربها ولكن لا تعرف من هو الله. معرفة الله ترتعد جوارحك منه وتذوب حب فيه جل في علاه لكثر السخاء عليك وكرمه عليك، ومن المواقف التي وأيام الله التي عشتها. حرام انك انت تضلل الناس بشيء انت ما عشته. احنا في زمن التطبيق، احنا ما تركنا، يعني الاسراف وصل حد التعدي على الحقوق الغير. يعني الانسان المسرف على نفسه قد يكون مش بيصلي، آكل ربا، هكذا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، تخص ما بينك وبين الله، ما بينك وبين الله. جيب لي كلام، جيب الأحاديث التي أتي بالأحاديث التي تتكلم عن حقوق الناس. حديث المسرف المفلس، حديث يا رسول الله أنها تصوم النهار وتقوم الليل. نعم، وهناك حديثان كمان، وحديث أول شيء الحديث الذي إذا خلى في محارم الله، هذا المنافق. طبعا المنافق مش اللي بصلاش الفجر لأنه الدنيا مشقلة بإسانة. المنافق الذي ظاهره امام الناس شيخ، مش شيخ يعني كله شيخ، يعني عامل حاله بصلي وما شاء الله بطول سجوده، بيرجع على البيت يبدا الافلام الساقطه معه. طبعا آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا أوعد أخلف. لكن الذي لا يصلي الفجر هو يعني كيف بقولوا يدخل في آية المنافق لأنه مرائي. فإذا عمل الخلوات، ذنوب الخلوات، فهو أسوأ من هذا الذي لا يصلي الفجر جماعة. مفهوم؟ مش معناها هي مش فتوى انك ما تصليش الفجر، بس ما تفكرش ان اذا انت صليت الفجر معناها انت
من أهل الجنة أنت في ذمة الله إذا كنت منافق. إذا أنت كنت منافق، لأنك أنت ممكن قد تصلي الفجر في جماعة وأنت منافق، يعني أنت دخلت في محرم الله انتهكتها، فأنت ما تفرجينا أنك بتبقى محافظة صلاة الفجر وأنت أكل ربا، وأنت ساقط بالأفلام، وأنت ساقط في الإباحيات، وأنت لربما في علاقة بينك وبين أبصر مين، وغيبة ونميم أنت منافق. فما تزكيش حالك، لا نزكي أنفسنا، لا نزكي أنفسنا. إذا إحنا بدنا نعطي على أنفسنا تاجات، إحنا معناها كلنا خلص راحت خلص الجنة إلنا. بعدين من وعدك بالجنة ابتداء؟ مين اللي وعدك؟ وين موعود أنت ابتداء أن تدخل الجنة؟ أنت لست موعود ابتداء أن تدخل الجنة، أنت موعود أن يكون مآلك إلى الجنة، يعني بآخر المطاف. نعم، إحنا بنعمل كل هذه الأعمال من البر والإحسان والصدقات والصلاة، يعني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كل هذا نعمله عسى الله أن يدخلنا الجنة ابتداء. مفهوم؟ إحنا لربما بعد 10,000 سنة في جهنم والعياذ بالله نخرج إلى الجنة، لا يخلد المؤمن في النار. فعشان هيك أنت تعمل كل هذا العمل. فخلينا نفهم كيف تيجي ما هو عمل سورة البقرة بالأربع مرات. عمل سورة البقرة بالأربع مرات شو بدي أقول لك؟ يعني البيبي يستطيع أن يمشي؟ لا يستطيع أن يمشي، وقفه لا يستطيع أن يمشي، بيبي بعده. سورة البقرة بتصلب، بقولوا لها بتصلب عودك، بتصلبك يعني حتى تستطيع أن تمشي وتأخذ يعني تبدأ، وبتوعيك وبتفهمك بفضل الله. طبعا هي أسرار. قرص الدواء شو بيعمل؟ ما هو بيعمل، الله أذن له، هو سبب، الله أذن له أن يعمل. بنظم لك الضغط، بنظم لك السكر. وسورة البقرة بتنظم أولوياتك، بتعيدك إلى الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، بتكون من خير أمة أخرجت للناس. يعني هذا الصدر في يشغل، في حقد، في حسد، تحب الخير للناس، بدك أنت أمي تنهض، مش حسود بدك تأكل الدنيا كلها إلي بس أنا. فاهم شو معنى كلمة سورة البقرة؟ شو أعمل؟ اقرأ سورة البقرة واكثر، خليك بأربع مرات. لا تستطيع الاستغفار سيأتي لك في كنوز الدنيا. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. لكن يا جماعة سورة البقرة هي الضامن في هذا الزمان بفضل الله، طبعا من فضل الله، هي الضامن للدين إن تبقى على الفطرة السليمة، ولا تنحرف بالإباحيات، ولا تنحرف بالزنا، ولا ببيع الغش، ولا كل هذه التي الموبقات. سورة البقرة بالأخص بهذا الزمان، هذا الزمان الذي حتى إذا نسوا ما ذكر به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كله حرام حلال كله. يسأل سائل ليش الحلال الحرام هوين والحلال صعب؟ والله مع سورة البقرة لن ترى هذه الصورة، لن تصل إلى هذه، إنه لن ترى إنه الحرام أكثر من الحلال. مع سورة البقرة أقسم بالله لن ترى. سيشغلك الله، سيستخدمك الله، سيشغلك في أمور يحبها الله، ولن تلتفت لهذه الدنيا ولا أنت فضيلها. كم أتكلم عن سورة البقرة، كم أتكلم عن الاستغفار، وما قلنا لا تأخذ هذا ولا ذاك. لكن اليوم عيش آية عشان تعرف الله فيها. تعديد أوراد لإيش؟ حسنات. إحنا في زمن إحنا نأخذ حسنات، ما الله لا يستجيب لنا. مين قال لك إنه الله قبل شيء منا؟ يا أخي إذا قبل الله منك معناه أنت من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، صح؟ إذا الله قبل، إذا الصلاة تلعن صاحبها بتقول لعنك، يعني ضيعتني ضيعك الله، صح؟ فلا تهون علي، حط لي إصبعك على الجرح وقل لي هي الجرح داويه، فأنا سأعرف كيف أداوي بإذن الله تعالى. إنها الذنوب، لكن شو الناتج؟ الناتج حياة طيبة كريمة فيها كل شيء بتتمنى، حتى قبل ما تتمنى بيجيك.
يا جماعة الخزعبلات المزروعة براسك، أنا بدي أكون أكبر بروفيسور، مش معناها تتعلمش، أنا ما بقولش هذا الكلام. وأنا بدي أكون أكبر تاجر، وأنا بدي أشتري أكبر 10 سيارات، وأنا بدي أشتري 500 ألف دنم، وأنا بدي أكون سيد القوم. هاي كلها خزعبلات بتروح من راسك. الذي خلقك الله لأجله في سورة البقرة سييسرك له، كل يسر لما خلق له. قديش بتفتح مرات متاجر وبتخرب متاجر وبتفلح. انا فلحت وفتحت متاجر وسافرت برا وما خليت، يعني سافرت برا، عشت فيها في الولايات المتحدة 5 سنين، وغيرت تجارات وغيرت صنعات وبالاخر هي انا واقفين عقبالكم. ما عنديش التجارات، خلصنا تجارات، والفضل كله لله، وانا راضي بأتم الرضا والحمد لله رب العالمين. اسأل الله ان يديمها من نعمة. فانت الله خلقك، لربما علمك هيك، علمك في امور الدنيا كلياتها. والله قصص لا تنتهي من الحياة التي كانت كلها ملئها التخبط. لكن سبحان الله من هذا التخبط بعد سورة البقرة، نعم الله بيمنعك الله بيمنعك وبطبق عليك كل شيء عشان يقول لك خلاص وقف، بكفي. هاي الرسالة الدعوة، هذه الدعوة من الله، مش انت تدعو الدعوة للعرس اولادك، وهي الدعوة من الله اطبق عليك وكل شيء. خلاص هذه الدنيا ملكاش شيء فيها، ارجع عندي. هذه الدعوة انه سكر الله على كل شيء. فعندما اخذنا سورة البقرة بدأت تترتب الاوراق، الاولويات تتبدل. انا كنت بدي افضل متجر، انا ايه تسكرته. والله يا جماعة إذا في عندك متجر، في عندك كثير ناس عندها متاجر تعبانة، لا يعني بتسبب له خسارة، والخسارة تتراكم وتتراكم وتتراكم. شو بصير معه؟ يأخذ الاستغفار، فهو بفكر إنه التجارة بدها تزيد. شو بصير؟ بنكسر المحل، بسكره. إيه ما أنا بستغفر. طب ما هو هذا المتجر كان مخرب بيتك والله بده يرحمك، فمن رحمة الله سكر لك اياته، لانه باب انت بتنفق عليه مش هو بينفق عليك. ارضى. نعم هناك مرات بتكون زواج مبني على الظلم، يعني الله جل في علا في علمه بيعرف انه هذا الانسان لن يصطلح، او هاي الزوجة لن تصطلح، في علمه جل في علا. تحصيل حاصل لانك انت اول اشي طبعا نحن مجرمين، فالله اذن لهذا الزواج ان يتم من باب العقاب. يعني كل يوم خناق. طيب انا بدأت استغفر، الله علم انه لربما هذا مثلا زوجك فيه خير، فقد يصطلح امره ويصير مثلا طيب وما شاء الله. وعندنا نماذج كثيرة انه اصطلح حال الزوج او اصطلح حال الزوجة، او الاهل ودار العم اصطلحوا بالاستغفار، لان الله لا يعذب المستغفر. ثم إن لربما الله بعلمه يعلم أنه هذا الزوج أو هذه الزوجة لا يمكن أن تصطلح، لربما هي ساهرة، لربما هي لا أدري ما، يعني إنساني فيها رياء أكثر من اللازم وهكذا، أو الشخص أو الذكر، فيحصل الطلاق. طيب مش آخر الدنيا آخر الطلاق. يعني أنت بدك تظلك يعني في بيت مع زوج يضربك كل يوم مبسوطة؟ يعني أنت تدور بكي؟ طيب ما الله بده يريحك.